اوكي باي. Hola. السلام عليكم من فيديو جديد. عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. الفيديو ده مخصوص هيعجبني قوي عشان هيفكرني بايام جامده لما جيت امريكا. وفي الفيديو ده انت هتعرف بالظبط انا لما جيت امريكا انا واهلي قعدنا فين في اول ايامنا لما جينا هنا في منطقه اسمها ارلينتون فيرجينيا، فاهمني؟ جنب البيت الابيض، مش بعيد يعني، واشنطن دي سي مش بعيده. فاول شقه احنا قعدنا فيها لمده طويله، فاهمني؟ وده برضو يعني في الفيديو هوريك الفرق بين الاغنياء والفقراء عايشين فين بالظبط، ماشي؟ ف دي الحواري، الحته اللي كنت قاعد فيها لمده 12 سنه مع اهلي. شايفين الشقه؟ اول شقه في الدور الاول ده، دي الشقه اللي انا قعدت فيها مع اهلي 12 سنه. 3 سنين فاتوا نقلنا، اشترينا شقه وبيت بعد 16 سنه. فدي اول ايام لينا في امريكا كانت هنا، واول سنين يعني عدينا بمراحل كويسه وفرح وتعب، فالحمد لله على كل شيء. فدي اول ايام، فدي الشقه. ايام والله ايام. طبعا اكيد امي واخواتها اتفرجوا على الفيديو ده. طيب خلينا اخدك كده على المنطقه، عشان في ناس بيقول لك ايه، طبعا حته الزحمه وبيحصل فيها قتل ومخدرات وكده. الكلام ده موجود، انا عشت في المنطقه دي زي ما هو بيقولوا جيتو ومش جيتو، بس ايه معرفش. انا جيت صغير مع اخواتي وكنا احنا 4 اخوات. ف لمينا الموضوع طبعا ايه، لو حد جاي يتخانق معانا هيتضرب، هيتعلق عليه. فالمهم دي ايامنا، كنا بنيجي هنا نلعب ونتجارى. شايف زي ما انت شايف حته اللي بتكون المزنوقه بالزحمه وفي ناس كتير فيها، بتبقى فيه بصات زي كده، فاهمني؟ الترانسبورتيشن طبعا بتكون حاجه جامده. وطبعا في الحته المنطقه دي واللي انا قاعد فيها اللي هي نورثرن فيرجينيا اللي جنب واشنطن دي سي، احسن متروهات واحسن باصات ينفع تاخدها توديك على اي مكان. اول مكان ولا اول ولايه عندهم احسن ترانسبورتيشن هي المترو والباصات والحاجات اللي زي كده بتبقى نيويورك، فاهمني؟ طبعا هو بوسخته بعفنته بالشحاتين قاعدين في 24 ساعه بالكلام ده كله، بس ايه شغال يوديك اي مكان في نيويورك. تاني حاجه اللي هو واشنطن، اللي هو دي المنطقه دي شكل بتزعق يعني الحمد لله. وكنت انتبهوني كان شكل تاني عربيه. المهم واشنطن دي سي الثانيه من احسن الترانسبورتيشن. يعني دلوقتي ايه، بص انا كنت لما جيت امريكا ما كانش على عربيه، كنا بنركن، مفيش عربيات، كنا يعني بنمشي برجلينا ناخد الباصات وكده. فهو انا بص ماشي دلوقتي في الزحمه دي المنطقه زي ما انت شايف. طبعا في ناس كتير بيقول لك المنطقه دي جيتو، يعني مثلا الامريكان البيض والناس اللي معاها فلوس. كمل الفيديو ده للاخر وهوريك المنطقه بتاعت الاغنياء عايشين فين، فاهمني؟ زي ما انت شايف كده كلها بتكون جنب بعض. وده الشارع كنا نمشي كده نتمشى. ياه ايام. فالمنطقه دي بتعتبر زحمه
زحمه زحمه زحمه. فانا اول شغله انا اشتغلتها كانت في المنطقه دي، وامي واخواتي كلنا. طبعا عندكش عربيه تمشي برجليك، لما تجيب لك عجله. فلما تيجي البلد انا من نظريتي تقعد في حته فيها زحمه زي كده، فاهمني؟ ينفع تمشي برجلك، تاخد عجله، تركب باص زي كده، فاهمني؟ يوديك اي مكان. شايف باصات، جيب لك كارت، فاهمني؟ وتركب الباص. الموضوع مش صعب. في ناس بقى ايه، الناس الاذكياء. طبعا احنا العرب بنحب نتفشخر، بنحب العربيات. انا بحب العربيات والموتوسيقلات حاجه زي كده. فاي واحد يعني بيحب يمتع نفسه، دي الحقيقه، بيحب يقول انا عايز اجيب عربيه حلوه وعايز يعني امتع. بس طبعا الناس الاذكياء، الناس الامريكان انا بقول عليهم بخله، بيعملوا ايه؟ اللي مثلا يكون ساكن في الشقق دي ولا البيوت دي ولا الشقق اللي ورايا دي، دول مش محتاجين عربيه. يعني دولتهم شايف ممكن يطلع من البيت يروح ماشي، باصات كلها هنا، فاهمني؟ ينفع يركب عجله. ده الطريق ده يوديك لحد واشنطن دي سي يا معلم، فاهمني؟ ينفع من هنا تركب عجله توصل لحد البيت الابيض. انا كنت بعمل كده، كانش عندي عربيه، فايه اتفسح بعجله. طبعا ما بتكلمش انجليزي ومكسوف اركب الباص، ما اعرفش ايه، بس اشتريت عجله. طبعا ولاد الكلب سرقوها، سرقوا كذا عجله، 3 عجلات ولا 4 عجلات مني. المهم شايف أرلينتون فرجينيا. قربنا على الشوبينج سنتر اللي اهلي وانا كنا بنجيب منه الحاجات كلها، يعني الاكل، الدواء بتاع بابا، عيش، حاجات من اول السوبر ماركت اللي احنا دخلناها. والحته يعني طبعا ايه، تخيل انت لما تيجي البلد ما بتتكلمش انجليزي وتقع في المنطقه دي كده، يحطوك هنا يقول لك ايه، اقعد واسكن هنا في الشقه دي، تتصرف، فاهمني؟ فايه ما عندكش غير رجليك وعينيك، تقعد تبص وتتمشى. طبعا مفيش كلام، ما هياخدك وقت تتعلم الانجليزي، بس مش مشكله. بدل ما انت قاعد هنا بتتكلم مع ناس وتدردش مع ناس، بتعمل صحاب جداد وكده، هتلاقي نفسك اتحسنت. والله اسمع مني. طبعا الموضوع لما تكون صغير هتعلم انجليزي اسرع، فاهمني؟ بس يعني بص، اهلي امي وابويا جم كبار في السن، بس ايه الحمد لله اتعلموا. صح هنا يمين وشمال، بس ايه بيمشوا الحال. فاهم حاجه ان انت ما تتكسفش، لان البلد دي كلها محدش فيهم بيتكلم انجليزي صح، لا انا ولا مراتي ولا اي حد. بص زحمه، خلينا نتفرج هنا، بس زحمه. طبعا المنطقه دي مليانه لاتينوز، لاسبانيين وكده. انا بحب اللاتينيين، ناس زينا كده شغالين بيحبوا يشتغلوا. المطعم بتاعهم ماكدونالدز زحمه. واحد بيتكلم على شكله على عيسى وكلام زي كده. طبعا دي CVS، بابا كان بيجيب الدواء من هناك. اللهم اني صايم. بص بابايز ده من احلى الاكل بحبه انا. طبعا الموضوع يكمل لحد الاخر زي ما انت شايف. دي اول ايام في امريكا، اول ايام ايه، اول سنين، اول 11-12 سنه في امريكا. كنت باكل ماكدونالدز ده برجلي اكل. Hola. How are you? Buenos días. Thank you. وزعوا حاجات بتاعت عيسى. المهم زي ما انتم شايفين كده
دي جولة صغيرة تانية من المنطقة اللي نجد فيها أمريكا، أرلينتون فيرجينيا. من أحلى أيام بجد يعني. نجري نقطع الشارع. كمل الفيديو ده، كمل، خليك جدع. طيب الحاجات التانية الحلوة في أرلينتون فيرجينيا ان انت شايف زحمة، شوارع، عربيات، ينفع تركب عجل في اي حاجة. خلاص 3 دقايق من هنا بالظبط هنكون جوه الغابات. يعني دي الحاجة التانية في الكاونتي بتاع أرلينتون ده، بيهتموا بالغابات اللي زي كده. والعجل والرياضة. شايف الزحمة هناك والازعاج؟ مفيش اقل من مايل. بص الهدوء. ينفع تيجي هنا تقعد. فدي المنطقة دي طبعا انا واخواتي اكتشفناها عن طريق المشي، وكنا نلعب كورة وكده. مكان خدنا ماما وبابا. فتكون زهقان مش عارف تعمل ايه، تيجي هنا تتفرج على الطبيعة والهدوء. يا جدعان والله مفيش احسن من الايست كوست. الايست كوست احسن من الويست كوست. يعني ايه؟ يعني الايست كوست من امريكا الناحيه دي اللي هي ناحيه نيويورك، نيوجيرسي، بنسلفانيا، نورث كارولاينا، الحتت دي جامده، انا بحبها، اللي هي فيرجينيا، واشنطن دي سي. الويست كوست كاليفورنيا الحتت دي بعيده شويه وانا ما اعرفش عنها حاجه، بس احنا الايست كوست جامدين يعني. بص في فيديوهات كتير بتنزل في اليوتيوب، طبعا الشباب العرب ربنا يخليهم بينزلين فيديوهات كتير على كاليفورنيا، وفيديوهات طبعا بتكون جامده. مفيش حد بينزل على الايست كوست يا جدعان، مفيش غير اسلام طبعا. بس انا كنت بركب العجله من الشقه من فوق وانزل هنا اتمشى بقى بالعجله لحد واشنطن دي سي. دي ايامي ولحد دلوقتي بعملها. فدي الحاجات الجامده في أرلينتون فيرجينيا. يعني دي بقى المنطقه اللي بيسموها جيتوز، بس انا لا شايف فيها جيتو ولا بتاع، عشان كلها عرب واسبانيين ولاتينوز وافارقه، فاهمني؟ الناس طبعا بيقول لك، الناس كلها بتقول لك لا دي جيروس ومش عارف ايه. وطبعا الشقق هنا برضو غاليه. يعني الشقه اللي انت وريتها دي لما احنا سكننا فيها قبل 12 سنه كنا بندفع 1200 دولار حاجه زي كده. لما سيبناها اهلها كانوا بيدفعوا 2200 2300 حاجه زي كده. تاني حاجه في البيوت اللي هي بتكون حاجات زي كده لو انكم، اللي هي جديد ما عندكش فلوس كتيره، ما تدفعش كهرباء. في مناطق ما تدفعش فيها كهرباء. طبعا كله بيكون شامل على الايجار. يعني طبعا الحاجات دي بتكون لللو انكم بس، فاهمني؟ تسلا. دي منطقتي في فيرجينيا، أرلينتون فيرجينيا. بجد اي حد بيتفرج على الفيديو ده تعال على الايست كوست، تعال على فيرجينيا. فيرجينيا جامده، بس ما تروحش فوق ريتشموند فيرجينيا، تعال تحت جنب واشنطن دي سي. عشان من هنا بالظبط، من الموقع اللي انا واقف فيه بالظبط ده 3 ساعات انا اوصل نيويورك، نص ساعه انا اكون في ولايه ماريلاند، ربع ساعه انا اكون في بيت الابيض. يعني انا جنب اي حاجه. 14 ساعه انا اكون في فلوريدا سواقه، عنده كله سواقه. في احسن من كده؟
يلا يا جدعان، ما تنسوش بقى اللايك والشير في القناة. طيب خليني اخدك على بيوت الاغنياء. سمع الهدوء، عشان أنا دلوقتي وصلت لشارع ولا منطقة الأغنياء في فيرجينيا. في كل كاونتي عندهم حتة فيها أغنياء. بص 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 البيوت. طبعا البيوت دي كلها بتكون مليون، 3 مليون، 4 مليون. تعالى نخش عربية ونصور بالعربية. عشان ايه؟ عشان محدش يتصل بالشرطة، عشان شكلنا مشبوه عمال نصور كده في المنطقة دي. بص وربنا والله العظيم بص عليا. يلا عشان خاطركم بس نخش في العربية احسن ونصور مع عربية. شارع الاغنياء. بص شايف الفرق؟ الحتة بتاعت الفقراء مليانة زحمة وقدر تمشي فيها وناس. هنا بقى لو انا ماشي لوحدي دلوقتي كده اكيد هيقول لي انت بتعمل ايه هنا. بص بيوت الاغنياء. بص الله اكبر ما شاء الله. بص ادعوا لنا كده في يوم من الايام ان شاء الله نجيب بيت زي ده ان شاء الله. بص ده احلامي ده. كل البيوت دي بالحجم ده. طبعا الامريكان بيحبوا الحاجات الكبيره، بيحبوا الضخم، بيحبوا ان يبقى عندهم ارض يتملكوها كده. هم ناس بشعه. بص الامريكان بيحبوا كل حاجه كبيره، فاهمني؟ عربيات كبار، عربيات كبيره، بيوت ضخمه، فاهمني؟ فده الفرق بتاع مناطق الزحمه ومناطق الاغنياء. يعني بص دلوقتي في المنطقه اللي كنت فيها الزحمه ينفع امشي اجيب اكل، اتمشى، اتفسح، اركب باص. هنا في نفس المكان مش بعيد يعني، بس محجوره كده لوحدها، اغنياء بس. يعني اي مكان تروحه لازم تركب عربيه. بص كل البيوت دي، كنت عاوز اقول الكلمه دي، كل البيوت دي على فكره بيكون فيها ساكن فيها نفرين 3. مش حرام؟ مش حرام يا جدعان تكونوا عندك فلوس زي كده وبيت ضخم بالمنظر ده تكون ساكن فيه لوحدك. بص حتى الشوارع بتاعتهم بص نظيفة. شارع الأغنياء. سمعت دلوقتي لو عملت حاجة عليا النعمة هيتصلوا بالشرطة، ربنا يتصل بالشرطة. طيب وعلى كده الفيديو يبقى انتهى، ونشوفكم في فيديو جديد.